أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده يا شباب احنا هنتكلم على فور لوب. بس قبل ما نخش في تفاصيل الفور لوب، تعالى اديكم مثال قبل ما احنا نستخدمها وبعد ما احنا نستخدمها، علشان تعرفوا قد ايه الفور لوب مهم عندنا في البرمجة. فأنا دلوقتي يا شباب لو جيت قلت لكم عندنا مجموعة بيانات والبيانات دي كانت بتمثل أسماء فواكه، فطبعا أول لما يجي في دماغك مجموعة بيانات فأنت هتعرف إن أنت تتعامل مع مين؟ مع الكوليكشن داتا تايب، وقلت لك استخدم الليست. فأنا عايزك بقى ايه توقف الفيديو، تعمل list of string وتحط فيها أسماء فواكه. فأنا هنا يا شباب عملت list of string. ليه string؟ لأن البيانات بتاعتي عبارة عن إيه؟ عن كلام، فعملت string وسميت المتغير بتاع اللي بيمثل الليست fruits. فأنا لو جيت قلت لك اطبع لي الليست ديت، فأنت بكل بساطة هتيجي على أمر print وتكتب إيه؟ fruit، تعمل run هيطبع معاك الكلام. طيب حلو جدا. جيت قلت لك تاني أنا عايزك تطبع لي مين؟ تطبع لي كلمة أبل. فأنت عارف إن أبل ده بيمثل إندكس رقم صفر، فانت هتيجي على امر برنت بعد كلمة فروت هتحط ايه؟ سكوير براكتس وتكتب صفر. فلما تيجي تعمل رن هيطبع لك كلمة ابل. بعد كده قلت لك اطبع لي بنانا واطبع لي شيري، فانت هتيجي تاخد ده كده كوبي وتطبعه كم مرة؟ مرتين كمان. وهتغير مين؟ هغير الاندكس بس، هخلي ده واحد وهخلي ده اتنين. وطبعا الاندكس بيمثل لي مين؟ البيانات بتاعتي. ولو جيت عملت رن هيطبع لي ابل وبنانا وشيري. طيب جيت قلت لك انا عايزك تاخد البيانات ديت وتكررها لي كمان مرة، فانت هتاخد البيانات دي كده كوبي وتحطها كمان مرة. وطبعا طالما انت قررت البيانات ديت فانت هتاخد ده كمان وتكرره كمان مرة كده، وهتغير مين؟ هتغير الاندكس. لحد كده تمام. فزي ما انتوا لاحظتوا احنا بنكرر البيانات بتاعتنا اكتر من مرة، الحاجة بس الوحيدة اللي كانت بتختلف هي الاندكس. فطبعا احنا عارفين في البرمجة ان احنا ما ينفعش نكرر الكود بتاعنا اكتر من مرة. طيب تمام، هو انا ازاي بقى هطبع البيانات اللي جوه الليست ديت ومع ذلك مش عايز اكرر الكود بتاعي اكتر من مرة؟ فاللي بيسمح لي ان انا اكرر الكود بتاعي اكتر من مره هو مين يا شباب؟ هو اللوبس. واحنا في الفيديو دوت هنتكلم على الفور لوب. فاحنا لحد كده عرفنا ان احنا هنستخدم الفور لوب علشان نكرر الكود بتاعنا ده اكتر من مره. طيب ازاي بقى بنكتب الفور لوب؟ تعال اقول لك ازاي. اول حاجه عشان تكتب الفور لوب يا شباب بتكتب كلمه فور، بعد كده الاقواس، بعد كده ايه؟ الكيرلي براكتس. طيب جوه الكيرلي براكتس بنكتب ايه؟ بنكتب في الكود بتاعك اللي انت عايزه يتكرر. فالكود بتاع اللي كان بيتكرر هو برنت، نكتب كلمة برنت الفروت. وعايز مثلا أطبع كلمة أبل دي فحط إيه؟ إندكس بتاع بصفر سيمي كولن. فكده إحنا عرفنا بنكتب إيه جوه الكيرلي براكتس. بنكتب جوه الكيرلي براكتس الكود بتاعنا اللي عايزينه يتكرر. طيب حلو. بعد كده يا شباب الأقواس ديت متقسمة عندي لتلات أجزاء، يعني هنا أول جزء وتاني جزء وتالت جزء. فبنكتب هنا في أول جزء إيه وتاني جزء إيه وتالت جزء إيه، ده اللي إحنا هنعرفه دلوقتي. أول جزء يا شباب نكتب فيه نقطة البداية. نقطة البداية اللي الفور لوب ديت هتروح تبدأ من عندها. فأنا مثلا كنت عايز أطبع الليست ديت، فأنا محتاج أعرف نقطة البداية اللي راح يطبع من عندها. فنقطة البداية كانت بتمثل لي مين؟ إندكس صفر. فأنا بكل بساطة هاجي هنا أعمل متغير اسمه إنت بيساوي صفر. يبقى دلوقتي أنا عملت نقطة بداية للفور لوب هتروح تبدأ من عندها. طب هتروح تبدأ من عند مين؟ من الصفر. طب الصفر كان بيمثل مين في الليست ديت؟ كان بيمثل إيه؟ أبل. فانا لو جيت قلت لك هو الاي ديت بيساوي ايه دلوقتي، هتقول لي بيساوي ابل. طب لو خليت الصفر دوت واحد وقلت لك الاي دلوقتي بيمثل مين، هتقول لي بنانا، لان الاندكس بتاع بنانا واحد. وهكذا بقى. يبقى تعالى نرجع ده كده تاني صفر لان هي دي نقطة البداية. طيب واحد ممكن يجي يقول لي هو احنا ليه عملنا متغير هنا؟ ما كنا ممكن نكتب مثلا صفر. اقول لك لا، احنا محتاجين المتغير دوت عشان نتعامل معاه في اكتر من مكان. يعني مثلا هو مش الاي دلوقتي دوت بيساوي صفر، وانا هنا عملت برنت للصفر، طب ما تشيل الصفر دوت واكتب اي. هل بقى انا كده غيرت حاجه؟ لا انت ما غيرتش حاجه، ما هو الاي بيساوي صفر، وانا كنت عايز الاندكس صفر اللي هو بيمثل لي الابل فكتبت الاي. ولو غيرت مثلا الصفر دوت خليته واحد، فالاندكس بتاع الفروض دلوقتي بيساوي ايه؟ بيساوي واحد لان الاي بيساوي واحد. طيب حلو. فاحنا دلوقتي عرفنا ان اول خانه عندي بتمثل لي نقطه البدايه اللي الفور لوب هتروح تبدا من عندها، وعملت هنا متغير بيمثل لي مين؟ نقطه البدايه. والمتغير دوت هنستخدمه في ايه؟ في اكتر من مكان.
طيب الخانة التانية في الفور لوب بنكتب فيها ايه؟ بنكتب فيها الشرط بتاعك اللي الفور لوب كل مرة هتروح تتأكد من الشرط دوت هل كان بيساوي ترو ولا لأ. فأنا كنت عايز أطبع البيانات ديت، فالشرط بتاعي هيمثل ايه؟ نقطة النهاية اللي الفور لوب هتروح تتحقق منها لما يوصل لنقطة النهاية فتقف لحد كده. فأنا عندي هنا نقطة النهاية بالنسبة للليست دي كانت كام يا شباب؟ هتقول لي ده صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهتكتب اي أقل من أو بيساوي مين؟ الخمسة. فحلو أوي كده. فأنا عملت نقطة البداية كانت بتساوي صفر اللي الفور لوب هتروح تبدأ من عندها، والصفر كان بيمثل لي قبل اللي هي نقطة البداية في الليست. بعد كده عندي الكونديشن اللي هو الشرط اللي الفور لوب كل مرة هتكرر فيها الأمر الطباع دوت هتتأكد الأول إذا كان الشرط دوت كان بيساوي ترو ولا لأ. لو كان بيساوي ترو فاعمل لي يا عم الأمر ده، لو كان بيساوي فولس فخلاص اطلع من الفور لوب. يبقى احنا دلوقتي عرفنا إن احنا عندنا كونديشن وعندنا نقطة بداية. طيب الخانة التالتة بقى دي بنكتب فيها ايه؟ الخانة التالتة بنكتب فيها مقدار الزيادة والنقصان. طب بالنسبة لمين؟ يعني بالنسبة لمين مقدار الزيادة والنقصان دوت؟ بالنسبة لآي. يعني مثلا كنت عايز الآي يزيد كل مرة بمقدار واحد، فأنت بكل بساطة تكتب آي بلس بيساوي الواحد، فأنت كده عرفت إن الفور لوب كل مرة هتكرر الأمر دوت هتزيد بمقدار واحد، يعني هتبقى هنا صفر واحد اتنين تلاتة. طيب لو خليت الواحد ده اتنين فهتبدأ من الصفر، بعد كده تروح على الاتنين، بعد كده على الأربعة. طب لو خليت تلاتة هتبدأ من الصفر، بعد كده تروح على التلاتة، وهكذا بقى. فتمام، تعالى بقى نفكر ازاي الفور لوب بتشتغل، يعني نمشي مع البرنامج خطوة بخطوة عشان نعرف ازاي بتشتغل. احنا دلوقتي عندنا لستة يا شباب، والليست دي كان فيها ايه؟ مجموعة بيانات، وانا عملت فور لوب هتمشي على البيانات ديت خطوة خطوة، وفي كل خطوة هتطبع لي ناتج. طيب حلو، هي أول مرة الأي كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي صفر، يعني الأي دلوقتي بيمثل مين؟ بيمثل أبل. بعد كده هتروح الفور لوب تتأكد إن الأي ديت كانت أقل من أو بيساوي الخمسة. لو كانت بتساوي ترو فهتعمل إيه؟ هتروح تعمل برنت الأي، والأي هنا كان بيمثل مين؟ كان بيمثل صفر. بعد كده لما تعمل برنت هتروح تزود على الأي واحد، فأنت عندك هنا الأي كان بيساوي صفر هتروح تزود عليه واحد، فهيبقى كام دلوقتي يا شباب؟ هيبقى واحد. انت عندك كده الصفر دي نكتب واحد. بعد كده تعمل تشيك هل الاي دوت اللي هو مقدار واحد كان اقل من او يساوي خمسة، بيساوي ترو. لما يساوي ترو فيروح يعمل برنت للفروت الاندكس بتاعه كان بيساوي اي. طب اي بيساوي ايه؟ بيساوي واحد، فيروح على البنانة ويعمل برنت، وهكذا لحد ما يوصل ايه بقى يا شباب؟ لحد ما يوصل للستة. فهيروح يتشيك هل الستة ديت كانت أقل من أو بيساوي الخمسة. في الحالة دي هتساوي فولس، طالما يساوي فولس فاطلع من الفور لوب دي خلاص، انت كده انتهيت. تمام. فتعالى كده بقى نخلي ديت صفر لنقطة البداية، وتعالى نعمل رن ونشوف الناتج. فزي ما انتوا شايفين طبعا البيانات الخاصة بالليست. طبعا أنا جيت قلت لك مثلا البيانات ديت عايزة تتكرر أكتر من مرة، فتعالى ناخد البيانات دي كده كوبي، وجيت قلت لك هو نهاية الليست دي كام؟ والله تقول أنا مش عارف. طب أتعامل إزاي بقى مع الليست وأنا مش عارف النهاية بتاعتها كام؟ هقول لك إحنا كنا عندنا حاجة علشان نعرف اللينس بتاع الليست قد إيه. فاكرين لما كنا بنعمل مثلا الفروت دوت اللينث؟ في الحالة ديت البرنامج هيكون عارف نهاية اللينث بتاعته كام. طب ما تيجي نشيل الاي اقل من او بيساوي الخمسة ديت ونعمل اي اقل من الفروت دوت لينث. طيب الفروت دوت لينث بتمثل لي مين يا شباب؟ بتمثل لي البيانات دي كلها. ففي الحالة ديت الفور لوب هتبدأ من الصفر لحد نهاية البيانات ديت الخاصة بالليست، وكل مرة كانت الاي بتزيد. ففي الحالة دي كل مرة هيروح يطبع، هيزود مرة يطبع لحد ما يوصل للنهاية. فأنا دلوقتي لو جيت مثلا كررت البيانات ديت أكتر من مرة كده، فدلوقتي بقى أنا مش محتاج بقى أعرف النهاية كام، لا يا عم ده هي الأي أقل من الفروت دوت لينس بتعرف هي النهاية لوحدها. لو جيت عملت رن كده هيشتغل معايا عادي طبيعي جدا. فدلوقتي يا شباب عرفتوا قد إيه الفور لوب مهمة لينا. يبقى تعالى نراجع تاني. أنا دلوقتي يا شباب كان عندي مجموعة بيانات، والبيانات ديت أنا كنت عايز أطبع الناتج بتاعها. فمش من الطبيعي إن أنا كل مرة هروح أعمل أمر برنت، أعمل أمر برنت هنا برنت هنا برنت هنا. لأ ده أنا عايز حاجة تخليني أعمل أمر البرنت دوت أكتر من مرة.
الحاجة اللي كانت بتسمح لي إني أعمل كده مين؟ الفور لوب. طيب نستخدم الفور لوب إزاي؟ أول حاجة لازم تعرف له البداية بتاعتك، بعد كده الشرط بتاعك اللي هو الكونديشن اللي الفور لوب كل مرة هتروح تعمل تشيك، لو كان بيتساوي ترو اعمل الحاجة اللي جوه الكيرلي براكتس. كل مرة بقى لما تعمل برنت هتروح تزود مقدار واحد على الاي. وبس كده، ده اللي كنت عايزك تعرفه في فيديو النهاردة. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل كلامنا عن اللوبس، فما تنساش تشوف الفيديوهات الجاية. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون استفدت منه. مع السلامة.